يا هلا بالعودة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشارك معاكم افضل طريقه تذاكروا بيها للميد ترم والتفاصيل بتاعه الميد ترم بتاعي اللي كان في شهر نوفمبر. بما اني يا جماعه بقيت فرقه تالته خلاص، يعني بقيت عندي خبرات كتير قوي في اداره الزناقات وخاصه زناقات الكلاب. عشان كده هديكم التريكات والنصائح العمليه اللي هتفيدكم بشكل اسرع. لو انت اتزنقت قبل الميد ترم وما عادش عندك وقت خالص تذاكر فيه غير الايام اللي هي قبل الماده، فاحب اطمنك واقول لك ان محاضرات الميد ترم بتبقى سهله وعادي تذاكر في اللي هو اليومين اللي قبل الماده او اليوم اللي قبل الماده بسهوله جدا، لان المحاضرات دي بتبقى اقصى حاجه 3 او 4 محاضرات بالكتير في كل ماده. واول حاجه تعملها قبل ما تذاكر الماده ليله الامتحان، وخاصه لو انت مزنوق في الماده، هي انك تكتب المحاضرات اللي عليك كلها في الماده دي في ستيكي نوت وتحطها قدامك على المكتب، بحيث انك تحدد اي محاضره هتبدا في مذاكرتها الاول، وايه هي اهم المحاضرات اللي هتيجي الاول في الامتحانات او هيجي عليها اسئله كبيره جدا في الامتحان. والكلام ده حقيقي بنسبه 95%، لان معظم المحاضرات اللي كانت جايه في الامتحان السنه دي كان جاي على محاضره مثلا او محاضرتين معظم الامتحان، لدرجه ان احنا لما نطلع من الامتحان بنقول ده معظم اسئله الامتحان كانت جايه من محاضره كذا. وطبعا عدد اسئله الميد ترم عندنا كانت بتتراوح من 5 اسئله ل 20 سؤال او ل 30 سؤال. معظم الامتحانات كان عليها مثلا 10 او 20 درجه، ما عدا ماده واحده كان عليها 70 درجه، لان دي اكبر ماده عندنا في الترم. وزي ما انتم شايفين كده في الفيديو اللي قدامكم، انا كنت بكتب المحاضرات اللي عليا في الستيك نوت واعلقها قدامي على المكتب، وبعد ما اخلص اعلقها داخل الكتاب، وكمان احط ورقه الامتحان داخل الكتاب ده لو ما كانش يعني الكتروني. وده طبعا عشان ايام الفاينل ارجع للمحاضرات دي بس مجرد مراجعه سريعه بس، وابقى عارفه انا ذاكرت ايه وما ذاكرتش ايه. وبما ان الميد ترم بتاعي كان جاي في بدايه نوفمبر، فانا عملت التخطيط الاسبوعي لاسبوع الميد ترم كام، وده طبعا مهم جدا كلكم تعملوه قبل اي امتحانات. تكتبوا الجدول بتاعكم بره في ورقه، عشان المواعيد لو اتلخبطت او كده هيحصل كارثه. وطبعا مش محتاجه اقولك ان الامتحان هيضيع عليك وهيحصل مشاكل كتير تانية. المهم ان انت ما تضيعش وقت على الندم وتبدا على طول في مذاكره الماده عشان تجيب درجات حلوه، وكمان ده يأهلك انك تعرف تذاكر في الفاينل، لان اللي مش هيذاكر دلوقتي مش هيعرف يذاكر كويس في الفاينل. ولو انت ندمان على الدرجتين بتوع الميد ترم، فالفاينل عليه 200 و300 يا جماعه. ممكن الدرجات عندنا في الفاينل درجات الامتحان الواحد توصل ل 200 او 300 درجه عادي. والاهم من مذاكره مواد الامتحان هي بصمجه امتحانات الدفعات اللي فاتت، لان معروف اسئله امتحانات السنين اللي فاتت بتيجي منها اسئله كتير جدا متكرره طبق الاصل، وزي ما بيقولوا بصمج بايدك محدش هيفيدك. وده يا جماعه شعار طلاب الجامعات في مصر. ويا ريت لو في اي تريكات او ملخصات نازله على جروبات الدفعه بتاعتك، يا ريت تذاكرها كويس، لان دي بيبقى فيها الخلاصه والاسئله بتيجي عليه. وهنا يا جماعه انا كنت خلصت الميد ترم اخيرا، وكان اخر يوم في امتحانات الميد ترم بتاعتي، وعشان كده فتحت المذكره بتاعتي اشوف اخر اعمالي، اللي هو اخر اصلا الحاجات اللي انا كنت بعملها قبل الميد ترم. حياتي اساسا حياتي الاساسيه راحت فين؟ بدور عليها مش لاقياها. ولاننا كليه عمليه ما عندهاش يوم مرحميني، نزلنا بعد الميد ترم على طول المستشفيات، اللي هو عشان نكمل بقيه القرايات بتاعتنا ونخلص الترم ده باذن الله. ولازم اعترف ان لو الترم ده خلص على خير هبقى زعلانه جدا انه خلص، لاني بحب اطفال جدا والمجال عموما. اعتقد ان اطفال من اجمل الحاجات اللي حصلت لي من ساعه ما دخلت الكليه، والمجال عموما يعني. ومن اكتر الاقسام اللي حبيبتني في الكليه هي الاطفال. يعتبر اجمل مكان والطف حاجه حصلت لي كانت مستشفى الاطفال ومجال الحضانات. والتمريض عموما من اجمل الحاجات اللي حصلت في حياتي. اللهم اجعله حجه لنا لا علينا، واجعله شفيعا لي يا رب العالمين. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى تكون عرفت الطريقه اللي هتذاكر بيها للميد ترم واستفدتم من الفيديو ده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، وما تنساش تشارك الفيديو مع صاحبك اللي عليه ميد ترم، واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.